بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسفه لو اتاخرت عليكم شويه، كانت الايام دي والله عندي ظروف، كان عندي برد جامد وعندي مشاوير كتير وكده، فما كنتش عارفه فعلا اعمل حاجه. كنت بعمل حاجات سريعه جدا، اكل خفيف كده. فانا قلت النهارده اعمل بقى حاجه كده تلم البيت شويه، لان انا بقى لي مده قوي بناكله رنجه، بناكله حاجات يعني سهله وكده وخفيفه. هي حلوه طبعا وبتبقى اكله صيفي وكده، بس طبعا لازم كده في وقت معين يكون الناس بتحن للاكل الحلو كده بقى كده، الخضار والحاجات دي. وانت لو اول مره بس تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. وتدعوا لي ان شاء الله ولكل ان شاء الله المرضى بالشفاء يا رب. وبعد كده احنا هنبتدي أكلة هي سهلة جدا وبسيطة وحاجاتها مكوناتها صغيرة. هو أنا هعمل صينية بطاطس باللحمة بيضة من غير سمنة. طبعا الصينية دي هي بتبقى بتشبه طبعا ورقة اللحمة، ورقة البطاطس باللحمة والبطاطس في الكيس الحراري. بس أنا والله بفضل الكيس الحراري، بس أنا للأسف كنت تعبانة ومش مركزة قوي، كنت عملتها لكم في الكيس الحراري. طبعا بتبقى حلوة قوي قوي. الصينية برضو بتبقى جميلة قوي. انا كنت في عندي حتة لحمة ضاني سلقتها، حطيتها في مية بتغلي يعني، وحطيت معاها حتة جنزبيل وملح وفلفل اسمر وورق لورا وبصلاية، وسبتها تغلي على النار تستوي نص السوا كده. بس على فكرة الجنزبيل بيفرق قوي قوي في طعم الشوربة، وطبعا مفيد قوي قوي في المناعة وفي البرد وكده. فحتة الجنزبيل دي متستغنيش عنها أبدا في أي شوربة، بتبقى أحسن من البهارات وأحسن من المرقة وأحسن وأفيد، وبتبقى طعمها في منتهى الجمال. بعد ما سلقت اللحمة نص سوا، قطعت البطاطس شرايح، والبصل شرايح، وفصين توم كده. عايزة التوم اعمليه، مش عايزة ما تعمليهوش، وممكن تتعمل بتوم بس أو بصل بس. فبعد كده هو حطيتها وسقيتها بالشوربة السخنة، وحطيت عليها قطعتين سمنة بلدي، يعني زي معلقتين كده. ما كترش السمنة البلدي عشان خاطر هي لحمة ضاني بتبقى سمينة أصلا الشوربة بتاعتها وكده، بس انتي بتحطي السمنة أو الزبدة على الوش، بتدي طبعا تحميرة للبطاطس، وبتبقى حلوة قوي قوي، وبتدي لون جميل قوي. وعايزة أقولك إن في الكيس الحراري بتبقى أسهل وأسرع. هي دي حتة السمنة البلدي حتى نسيت أقطعها. بتوزعيها كده على الوش عشان تدي لون. طبعا في الكيس الحراري بتبقى البطاطس يستحسن تبقى أحسن مكعبات، والبصل مكعبات أو تسيبيه كده أورمة، بتبقى طعمها حلو قوي. أنا عملت مرة قبل كده معاكم في الكيس الحراري بس بالفراخ، هي بس بتبقى باللحمة، بتبقى طعمها حلو جدا جدا. في الكيس الحراري بتبقى عاملة زي ورقة اللحمة، وأفيد طبعا من الفويل والكلام ده. وبنحط بقى الكلام ده على النار فوق في البوتاجاز يغلي شوية ونغطيه. وبعد كده لما يغلي شوية بنكون مسخنين الفرن ونحطه على الصاجة اللي تحت خالص في الفرن. ونشوفه أول ما يستوي بنشيل الغطا بتاعه ونسيبه ياخد الوش الجميل ده. وطبعا لو عايزة تطلعيه تحت الشواية برضو بياخد وش، بس أنا ولادي بيحبوا فيه صوص، ما بيحبهاش ناشفة قوي، فعشان كده سبتها تحت كفاية. وطبعا كده بقت جميلة جدا وطعمها حلو. وكتري الفلفل الأسمر، الفلفل الأسمر بيخلي طعمها منتهى الجمال، وفي حتة تانية هي والزبدة أو السمنة البلدي. وعملتها وعملت جنبها رز أبيض، وكانت أكلة حلوة وخفيفة للناس اللي ما بتحبش التسبيكة والطماطم وكده، وطعمها حلو قوي قوي. جربيها وإن شاء الله هتعجبك، وادعيلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.